مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بدون بيض ولا حليب، وهتطلع معانا هشة واسفنجية وجميلة جدا، وطعمها وريحتها خطيرة جدا. انا هفتحها دلوقتي اوريكم قد ايه هي اسفنجية وهشة جدا وبدون بيض ولا حليب. شوفوا شكلها معانا عامل ازاي، خطيرة جدا ومرتفعة واسفنجية جدا. شكلها فعلا خطير جدا. ويلا بينا على طول نبدأ في المقادير. معايا 3 كوبايات من الدقيق ممسوحين بالشكل ده، وبنخلهم كذا مرة. يعني انا نخلت الدقيق 3 مرات، ودي رابع مرة بنخلهم فيهم، علشان طبعا الكيكة دي ما فيهاش بيض، فبدخل فيها هواء، فبدخل في الدقيق هواء بقدر الامكان. وبجيب نص كوباية من النشا وبرضو بنخلهم عليهم بالشكل ده. يبقى 3 كوبايات من الدقيق ممسوحين، بحط عليهم كوباية من النشا، نص كوباية اسفة من النشا، ذرة كده من الملح، نص معلقة صغيرة بيكربونات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف، مفيش مشكلة. طبعا احنا كل الحاجات دي بنحطها علشان طبعا الكيكة ما فيهاش بيض، فبتساعدنا على الهشاش. تمام كده. بقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. بركنهم بقى على جنب، بجيب بولة تاني وبحط فيها بقى السوائل. بحط كوباية من السكر، عليهم نص كوباية من الزيت، معلقة من الخل، كوباية وربع من السفن اب. السفن اب بيدي طعم لذيذ جدا في الكيكة. لو حابة تستبدليه بمية او عصير برتقان او اي حاجة تاني مفيش مشكلة. ومعايا نص معلقة صغيرة من الفانيليا. بقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما السكر يدوب معايا، او عشان تختصري في الوقت لو مش حابه تقلبي بالمضرب السلك بتضربيهم في الخلاط زي ما انا هعمل دلوقتي بسرعه كده. هضربهم لكم في الخلاط وهرجع لكم على طول علشان السكر يدوب معايا بسرعه. طبعا لو حابه تستمري في بالمضرب السلك عادي مفيش مشكله، السكر هيدوب معاكي، بس ايه هياخد وقت شويه، بس عشان احنا اختصر في الموضوع فضربتهم في الخلاط بسرعه ورجعت لكم تاني. بعد كده بقى بنزل بالدقيق تدريجيا بالشكل ده. بقلبهم، بس طبعا احنا بنقلب بالراحة. اول ما بقى بعد كده يعني اول ما الدقيق يختفي معايا، طبعا قوام العجينة بيبقى تقيل معايا، انا بجيب نص كوباية من المية السخنة. المية دي انا كنت غليتها وسبتها عم عملت المقادير، فبقت معايا بالشكل ده نص كوباية من المية السخنة. بحطه في الاخر كده بيدي طراوة للكيكة معايا، وبيخلي الخميرة تتفاعل معايا. وكمان اول ما بتدخل الفرن بتطلع معايا الكيكة عالية جدا واسفنجية، وبتبقى فعلا هشة جدا، بسبب ان احنا حطينا المية السخنة دي في الاخر بتخلي الخميرة تتفاعل معايا وتساعد معايا في نجاح الكيكة. بعد ما بحط المية كده بنزل بيها شوية بشوية، واول ما بخلصها بيبقى قوام العجينة كده مناسب معايا جدا. هوريكم القوام بتاعها بالشكل ده. كده خلصت المية كلها. ده قوام العجينة كده تمام جدا. بجيب صينية دهنها بالزيت ومبطناها بالدقيق،
بالشكل ده. الصينيه دي مقاس 18 او مقاس 20 برضه هيمشي معاكي لو انت مش عايزاها مرتفعه قوي. وبحط بنزل بيها بالعجينه بالشكل ده. شوفوا لو تلاحظوا العجينه قد ايه في الصينيه، يعني مثلا ما جابتش نص الصينيه في العجينه في الصينيه، وبعد ما تدخل الفرن وتطلع هتلاقوها ارتفعت قد ايه. بديها خبطتين 3 كده على الرخامه، وبعدين بدخلها الفرن على نار هاديه في الرف اللي في النص، بتاخد حوالي ساعه الا ربع في الفرن. شوف ارتفعت معايا وطلعت جميله جدا ازاي. هبتدي اقلبها بقى اوريكم قد ايه هي مرتفعه وجميله جدا. يبقى الكيكه بنهدي عليها النار ونحطها في الرف اللي في النص، بتاخد حوالي ساعه الا ربع. بختبرها بخل الشيش طاووس واشوفها، لو كانت الخله طلعت معايا تمام يبقى كده يعني ما فيهاش اي عجين، يبقى استوت من النص كده تمام جدا. شوفوا شكلها خطير جدا وعاليه ومرتفعه وجميله جدا، واللي يشوفها ما يصدقش ان الكيكه دي ما فيهاش بيض ولا حليب. شكلها خطير جدا وريحتها تحفه بجد. بقى لو حابه يعني مثلا ان انت تزوقيها، بتحط عليها معلقه كبيره من عسل النحل او من المربى او اي حاجه، المهم يعني تكون موجوده عندك بالشكل ده، بتوزعيها من فوق وترش عليها رشه من جوز الهند. مش حابه تزوقيها باي حاجه فهي جميله جدا مش محتاجه، لكن انا حبيت ان انا احط كده شويه من جوز الهند من على الوش عشان يديها شكل حلو كده، وطعم بيبقى جميل جدا. بعد كده هقطعها اوريكم شكلها من جوه. اتمنى تحطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. وكل اللي يعمل الكيكه يا ريت يرجع ويقول لي ايه رايه فيها وعملت ايه معاه، وايه رايه اصلا في الوصفه في التعليقات. شوفوا الكيكه شكلها خطير جدا وطالعه هشه واسفنجيه ومرتفعه. شوفوا شكلها جميل جدا، يعني شكلها بيتكلم عن نفسها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني فيديوهات كتيرة جديدة، بس تابعوني وحطوا لي لايك للفيديو. وباي باي في فيديو جديد.